ازيكم يا اصحابي، اهلا بيكم في قناتي سهر ستايل. النهارده هنعمل مع بعض القطعه الجميله جدا دي، هنعملها من ايد المقشه المكسوره، وهنعملها كمان من الكرتون. ممكن تستخدميها في المطبخ، ممكن تستخدميها لادوات العنايه الشخصيه للبيبي، لاي حاجه عندك في البيت. عمليه جدا وان شاء الله هتنفعكم. ويلا نبدا. اول حاجه هنجيب اي ورقه عندنا مقاس 20 في 16 سنتي، وبعدين نتنيها نصين كده، ونجيب قلم ونبدا نحدد عليها الشكل اللي انا برسمه ده زي ما هو واضح في الفيديو كده. هنبدأ نرسمه كده، هيبقى معانا بالشكل ده، وبعدين ناخده ونقصه. بعد ما نقصه هيطلع معانا، هيبقى زي الورقة دي كده، هيبقى ده شكله. لما نفرده هيبقى بالمنظر ده. احنا عاملينه على ورقة كده عشان ايه، يبقى الجنبين متساويين. هنجيب 4 قطع كرتون مقاس 35 في 16 سنتي، وبعدين نجيب الورقة اللي احنا عملناها اللي هي الباترون دي، ونحطها ونبدأ نحدد مكانها بالقلم كده من فوق على الاربع كراتين بالشكل ده. هيبقى شكلها كده. ونجيب القطر ونبدأ نقص الجزء اللي احنا رسمناه ده في الاربع قطع. هيبقوا معانا كده. انا كده قصيتهم في الاربع قطع اهو. هنسيب 2 منهم سلام على جنب. ناخد الاتنين التانيين ونجيب ايد المقشه بتاعتنا دي، طولها 25 سنتي. هتقصيها بمبرد او اي حاجه عادي زي ما تقصي، يعني مش مشكله. ونحطها على الكرتونتين، يعني احنا سيبنا 2 سلام على جنب، وناخد 2 تانيين ونحدد فيهم مكان للمقشه كده، ونبدا نقص الدايره اللي احنا عملناها في الاتنين بالمنظر ده. هيبقوا معانا كده. نجيب بقى الاتنين السلام وناخد واحده سليمه نلزق عليها واحده من اللي فيها فتحه، هنلزقهم مع بعض غيره خشب مخففينها بشويه ميه. هنحطها ونحط فوق القطعه اللي فيها فتحه كده من فوق بالمنظر ده، في القطعتين بالشكل ده. دلوقتي عايزين نعمل الجنبين اللي هما اللي قدام واللي في الظهر. هنجيب 4 قطع كرتون مقاس 26 في 16، ونلزق كل اتنين مع بعض برضو بالغيره. هنحط عليها غيره خشب كده برضو مخففينها بشويه ميه، ونحط فوقهم ونحطهم فوق بعض. وكذلك الاتنين التانيين، يعني احنا جايبين 4، هنلزق 2 في بعض و2 في بعض. دي الارضيه بقى. هنجيب برضو قطعتين كرتون مقاس 20 في 26 ونلزقهم مع بعض بالغيره برضو بالشكل ده. كده لزقناهم اهو. احنا كده كونا كل القطع بتاعتنا. نجيب الارضيه بقى بعد ما نشفت، ونبدا نلزق بقى عليها قطع الكرتون اللي احنا عملناها. دول الجنبين اللي هم الطوال دول، ودول الجزء اللي قدام. هنبدا نلزقهم كده بالشمع، نحط عليهم شمع كده يكون المسدس سخن جدا، ونحط اللي هو الجزء اللي قدام. هيبقى معانا كده. دي اللي هي مقاس 26 في 16. ونلزق الجنب اللي احنا عاملينه اللي احنا عاملين فيه كيرف كده من فوق، هنلزقه على الجنب. نحط برضو عليه شمع ونلزقه بالطريقة دي. وما ننساش نحط عليه كمان من الجنب، يعني في الارضية والجنب بتاعه، ونلزقهم جنب بعض بالطريقة دي. هنجيب برضو بقى الجنب التاني وهنبدأ نلزقه بالشمع. لما نيجي نلزقه هنجيب اللي هي الحته بتاعت ايد المقشه دي، وندخلهم في الفتحتين اللي في الكرتونتين اللي احنا عاملينهم، تبقى في النص كده. وهنلزق الايد المقشه بالشمع هي كمان، يعني هنلزقها هي كمان من جوه. وكذلك هنلزق برضو الظهر كده. خلاص احنا التكوين بتاع القطعه بتاعتنا كامل. هنيجي على الحواف بتاعتها ونحط عليها غيره كده بالشكل ده. الغيره دي مفيده ان هي هتدخل في تفاصيل الكرتونه من جوه، فتبقي لزقتي الكرتونه بالشمع والغيره سوا. وكمان هنجيب اي ورق خفيف عندنا ونبدأ نلزقه على الحواف دي بالغيره اللي احنا حطيناه. ده اسمه ورق كرافت، بيجي من المكتبه. لو مش عندك هتحطي ورق جرايد او هتحطي مناديل، اي حاجه عندك تداري الفتحات، وكمان تساعدنا ان احنا نحط الغيره، يعني نحطها فوق الغيره. هنكمل بقى كل الفتحات وحواف الكرتون بتاعتنا بنفس الطريقه اللي احنا عملناها دي. هيبقى معانا شكلها كده. القطعه في المرحله دي بتبقى خلاص نشفت، لان الغيره اللي انت حطيتيها خلاص ادتها متانه وبقت اقوى يعني. المره دي هستخدم تكنيك مختلف. انا دلوقتي احنا كل مره بندهن دهان بلاستيك ابيض، وبعد كده اللون بتاعنا، اللون اللي انا بدهنه ده لون موف ما هوش ابيض. فانا هدهن القطعه بتاعتي كلها باللون الموف بالشكل ده. كل التفاصيل بتاعتها خلاص باللون الموف من جوه ومن بره. بعد كده دهنتها من بره باللون البيج، يعني انا دهنت الموف الاول وبعد كده البيج. تمام.
دهنت بالبيج من بره بس، اللي مش من جوه، ما دهنتش من جوه خالص. يعني من جوه دهنتها بس بالموف ومش هدهنها حاجه تانية، هدهنها بس من بره باللون البيج. ده بقى شكلها معايا خلاص بعد ما نشفت. من جوه بقى هاخد نفس اللون البيج اللي انا عملته بره وهبدا اعمل بيه نقط كده جوه، يا اما بفرشه صغيره او اللي هي اعواد القطن بتاعه الودان دي. هنبدا نعمل نقط كده من جوه باللون البيج اللي احنا دهنين بيه من بره. تمام. انا كده خلاص عملت فيها كلها نقط من جوه اهو، بقى ده شكلها. وكمان عملت بقى على الحواف بتاعتها باللون البينك. كل الاجزاء اللي انا بعملها دي اشكال ديكوريه، انت ممكن تغيري فيها براحتك، ممكن تعمليها بالشكل اللي يريحك. بعد كده جبت الرسومات دي، انا عايزه اعملها شكلها كده يكون كريزي شويه، فجبت الرسومات دي وابدا الزقها. يعني هي كانت الورقه دي، وطبعا هنزلها لكم على بيج الفيسبوك، هحط لكم اللينك بتاع صندوق الوصف. وكمان في ورده كبيره حطيتها على الجنب وبرده هحطها لكم على بيج الفيسبوك. هجيب بقى الورنيش المائي بتاعي وابدا الزق بيه الصور بتاعتي اللي انا جبتها دي. هحط شويه من الورنيش المائي وبعدين فوقهم الرسمه بتاعتي وفوقهم ورنيش مائي تاني في كل الصور بنفس الطريقه. والرسمه الكبيره اللي هحطها على الجنب برضو بنفس الطريقه، هجيب ورنيش مائي هحط طبقه خفيفه وفوقهم الصوره بتاعتي وبعدين ورنيش مائي تاني. وطبعا القطعه بتاعتي كلها هعمل عليها بالورنيش المائي برضو علشان احميها من اي ميه او تراب او اي حاجه تيجي عليها، اقدر امسحها واغسلها بسهوله، مش هيبقى فيها اي مشكله. هنكمل بقى كله بالطريقه دي. انا بلزقهم عشوائي يعني كده، يعملوا بس منظر كريزي كده شويه. شكلهم حلو قوي والله. جربوها، القطعه دي هتعجبكم جدا يعني، وعمليه قوي في البيت. وبس كده بقى، ده الشكل النهائي بتاعنا. يا رب يعجبكم. لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.